الويب كله حرفيًا بيتكلم على الموقع الجديد بتاع لاندو نوريس، حابب نبُص أكتر على التفاصيل إن إحنا نشوف إزاي العظمة دي ممكن نعمل زيها. أول حاجة إحنا أمّا بنhover كده بيدّينا effect 3D وبتحس كإنه بيلبس الخوذة مع كل scroll وتحس إن الشخصية نفسها ثلاثية الأبعاد، يعني كإنها مجسم ثلاثي الأبعاد. ولمّا بتscroll طبعًا إحنا شُفنا الeffects دي كتير قبل كده، فخلّينا نركّز الأول على موضوع الخوذة ده. أول حاجة الcharacter ده أو التأثير ده كله مش هتعرف تعمله من غير مكتبة 3GS، ودي مكتبة بتخلّينا إن إحنا نعمل مجسمات أو شخصيات ثلاثية الأبعاد باستخدام الAPI direct للWebGL. ففي في أمثلة كتيرة تقدر تشوفها على 3GS، فدي أول مكتبة هم استخدموها. وكمان الشخصية دي مش ثلاثية الأبعاد، لأ ده هي صورة عادية. ولو بصينا في النتورك تاب، خلّينا نبُص على الresources، هنلاقي إن إحنا عندنا أكتر من 7 أو 8 صور محطوطين فوق بعض، واللي عاطي التأثير للشخصية إن هي ثلاثية الأبعاد حاجة اسمها الdepth map. لو بصينا عليها هنلاقي إن دي بتقول لنا كل ما النقط تقرّب أكتر تبقى فاتحة أكتر، فده بيدّيني يعني زي صورة ثلاثية الأبعاد قد إيه الشخصية بعيدة، الدقن مثلًا أقرب من الرقبة وهكذا، فده بيبقى بيساعد ويب اللي هي 3GS إن هي تدّيني التأثير بتاع الشخصية.